السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند سوا مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه وانتوا بتشتركوا في القناه فعلوا الجرس علشان توصلكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه. هنعمل النهارده الشربات التقيل البارد اللي لكل المقليات بتاعتنا بتاعت الحلويات والكنافه والجلاش. لما تعملوه وتجربوه اقوى الماما الفاتحه وادعوا لها بالرحمه عشان دي طريقتها، لا عسل جلوكوز ولا حاجه، وكانت بتعمله من السنه للسنه وعمره ما سكر معاها. بسم الله ونبتدي. لكل كيلو من السكر بنحتاج نص لتر من المية. طبعا هما زمان كانوا بيجوا قبل رمضان ويعملوا كميات محترمة كده، الوضع طبعا اختلف دلوقتي فبنمشي كيلو كيلو. نعمل كيلو السكر ونحط على طول نص مقداره مية، هنحطه على النار من غير تقليب. قلة التقليب هتعمل ايه الفكرة في ان احنا ما نقلبش، ان السكر ما يطرطش على الحلة، فلما يطرطش على الحلة يبقى حبيبات السكر لما نيجي نحطه هيسكر مننا. المهم هنحطه على النار يغلي، واول ما يغلي هنضيف عليه نص ليمونه وهنسيبه 10 دقايق. بعد ال10 دقايق المفروض يكون هو ده شكله. انهي شكل؟ اللي هي عامله زي البلوره دي، شايفينها في اتنين اهم جنب بعض. البلوره دي تقولك ان العسل كده بقى مظبوط كويس جدا بتاعنا. اللي سايبه دي ما كانش لسه استوى، انا سبتها لكم عشان تعرفوا الفرق. شايفين المنظر اهو؟ بقلب الطبق يمين وشمال، هي ثابته كده، يبقى هو كده الشربات معانا تقل. هنجيب بقى بولة او برطمان اي حاجة وهنقلبها واحنا ماسكينه كده، وحتى الشربات بيتعمل البخار اللي طالع من الشربات هيعقم لي البرطمان بتاعي، او لو عندنا مايكرويف هندخله حوالي دقيقة كده اهو عشان يتعقم، ونبتدي نحط الشربات بتاعنا. عامة نصيحة عامة، لما نيجي نعمل الشربات نكون هنستخدمه في حلويات لازم نعمله قبلها بيوم. ليه نعمله قبلها بيوم؟ علشان لو تقل معانا زيادة عن اللزوم نلحق نخففه ونظبطه، لما يبرد هنعرف الموضوع ده، ولو خف برضه نلحق نتقله تاني.